ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنا شغلت البوتاجاز وجبت حله حطيتها على النار، سبتها تنشف خالص من الميه، ونزلت هنا فيها بوركين مغسولين كويس جدا، قطعتهم وغسلتهم. المهم جبت هنا معايا بصلايه كبيره وطماطميه قطعتها برضو زي ما انتم شايفين، وهنا فلفل اسمر وملح وكزبره وكمون وبهارات فراخ، ونزلت عليها برضو على الفرخه بيهم. وهنا سبتها تتلوح كده في الحلة، ونزلت عليها بمية مغلية من الكتل، وغطيت عليها وسبتها بقى تتعايش مع نفسها. توطي عليها النار تطلع لك احلى شوربة تحفة. وهنا فتحت العين التانية وحطيت عليها برضو حلة كده، وسبتها تنشف من المية، ونزلت بمعلقتين سمنة مش كبار، يعني لا كبار أوي ولا صغيرين قوي، وبصلاية هنا برضو متقطعة. وهنا كنت شغلت الخلاط جهزته وفرمت طماطميتين مش كتار قوي برضو، مش كبار، وشوية مية صغيرين كده قيمة ربع كوباية. وهنا شغلت الخلاط. هنا بقى بدأ يفرم لي الطماطم، فرمتها كويس قوي. وهنا البصلة بدأت تحمر معايا، تاخد لون بس. ما تنسنيش يا حبيبتي في اشتراك، وتحط لايك، وتفعل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وكومنت حلو منك كده. وهنا بقى كنت خلاص صفيت الطماطم، ونزلت عليها نزلت على البصلة بيها. وهنا خلاص كنت قطعت حبيتين بطاطس مش كبار أوي ولا صغيرين قوي، وحطيتهم كده في الصلصة، وقلبهم يمين وشمال. طبعا بهاراتك بقى اللي انت عايزاها، شطة اختياري اللي انت عايزاها يعني. وهنا الفراخ خلاص كانت داخلة على السوا، تحفة، شوربتها رايقة، وتنزل لك الدهون اللي فيها، تبقى شوربة كده يعني ايه، زي سمينة كده، تحفة ما شاء الله يعني جميلة. خدت هنا كبشتين من الشوربة حطيتهم على البطاطس. دايما يعني اي طبيخ انت بتعمليه، بطاطس فاصوليا بسلة، اسقيه من الشوربة، اذا كانت لحمة بط فراخ اسقيها من الشوربة، جميلة جدا، بتبقى حلوة اكتر من المية، بدل ما تسقيها بمية يعني وكده. وانا خلاص سبتهم مع نفسهم هنا اهو، برضو مهدية عليهم النار هي والبطاطس. وجبت هنا الرز غسلته كويس جدا لحد ميته ما بقيت رايقة كده معايا. حطيت عليه معلقة ملح مش كبيرة اوي ولا صغيرة اوي، هغطي عليه هنا واسيبه برضو يتعايش مع نفسه. وهنا خلاص كنت جهزت الغدا.